الله الرحمن الرحيم. طبعا برحب بكل مشاهدينا وكل متابعينا في كل مكان عبر الصفحة الشخصية للمعلق الرياضي عصام المعلاوي وقناة على اليوتيوب قناة العالمي. طبعا النهاردة كان يوم يعني فيه مفاجآت كتيرة جدا وفيه كل الحاجات اللي ما كناش متوقعينها. النهاردة كانت فيه مباراة مهمة في تمام الساعة 3:15 بتوقيت القاهرة، كان بين نادي الزمالك ونادي أسوان زهرة الجنوب، واللي انقلبت تماما على فريق نادي الزمالك أو يتلقى أول خسارة له في بطولة الدوري الممتاز بهدفين مقابل هدف واحد. عايز اقول لك ان فريق الزمالك النهارده ما راحش اسوان، لعيبه الزمالك ما راحتش اسوان، اللي راح اسوان النهارده القطر اللي اجروه للجماهير والجماهير اللي راحت النهارده اسوان. النهارده فريق الزمالك ما راحش اسوان النهارده، وتحيه كبيره لفريق اسوان على الاداء الممتاز، وطبعا تحيه كبيره للمدير الفني المخضرم الكابتن ايمن الرمادي اللي عامل تشكيلة من اللعيبة الممتازة في صفوف فريق أسوان، اللي قدر النهاردة يستطاع ان هو يحصد الثلاث نقاط على حساب فريق نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد. كلنا شفنا المباراة وشفنا الأجواء وشفنا الأداء الجميل جدا من فريق أسوان النهاردة، ويعتبر من أسوأ المباريات لنادي الزمالك في بطولة الدوري الممتاز. عايز أقول لك مفيش لعيب النهاردة في نادي الزمالك كان في مستواه. زيزو خارج نطاق الخدمة، إمام عاشور، محمود عبد الرازق، شيكابالا، بعض اللعيبة النهاردة في فريق نادي الزمالك ما كانتش بنفس المستوى اللي احنا بنتكلم عليه. يعني عايز اقول لك النهارده السندوتشات اللي راحت للجماهير والقطر اللي اتأجر ب1,000,000 وكل الجماهير اللي راحت اسوان هي الجماهير اللي راحت، اللعيبه ما راحتش. يعني اللعيبه النهارده ما راحتش اسوان النهارده، اللي راح اسوان النهارده الجماهير والقطر، اللي هم القطر لسه ما رجعش. حد بس يطمنا على القطر يا جماعه، يقول لي القطر رجع ولا ما رجعش بتاع اسوان، اصل لسه القطر ده لغايه دلوقتي مدينه اسوان بيعملوا معاه الواجب عشان لسه ما رجعش. فحد بس يطمنا يا جماعه على الموضوع القطر بتاع اسوان النهارده. يعني انت راح تحجز قطر ب1,000,000 او بمبلغ كبير وانت اصلا ما فيش رواتب للعمال اللي شغاله عندك في النادي؟ يعني انا سؤال يعني بطرحه، يعني بتوفر كل حاجه للجماهير عشان تشجع الفرقه وكل حاجه، بس انت دلوقتي فين الفلوس بتاعت العمال اللي شغاله في النادي؟ ما ده برضو مش حاجه مش كويسه. فالنهارده الزمالك يتلقى الخساره الاولى في بطوله الدوري الممتاز. الزمالك كان سبق له تعادل 3 مباريات. اول تعادل له كان امام انبي بالتعادل ايجابي 1-1، التعادل الثاني امام المصري البورسعيدي 2-2، ثم التعادل الثالث امام المقاولون العرب ذئاب الجبل السلبي بدون اهداف. ويتلقى الهزيمه الاولى امام فريق اسوان القوي المنتعش بالفوز بعد 3 مباريات فوز. فريق اسوان تحت قياده المدير الفني ايمن الرمادي يتلقى الهزيمه الاولى فريق نادي الزمالك على حساب فريق اسوان 2-1. فكده الزمالك يتلقى الهزيمه الاولى في بطوله الدوري الممتاز. فحد يا جماعه يطمنا على القطر ويشوف القطر رجع ولا ما رجعش، ولا حد يطمنا على سندوتشات اللانشون ولا الفينو ولا الخيار اللي كنا بنتكلم عليه. وطبعا الزمالك يتلقى الهزيمه الاولى واداء سيء لفريق نادي الزمالك. هنقفل صفحتنا على فريق نادي الزمالك ونيجي النهارده للمباراه الاهم والمباراه اللي كل جماهير نادي الزمالك مستنياها غير اي مباراه. طبعا المباراه النهارده اللي كان الاهلي بيلعبها مباراه بيراميدز اللي غير اي مباراه، طبعا لها حسابات خاصه عند جماهير النادي الاهلي وعند لعيبه النادي الاهلي وعند جهاز النادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده مباراه بيراميدز ده فريق دايما ضد ند قوي للنادي الاهلي، يعني فريق ند قوي للنادي الاهلي، ودايما النادي الاهلي في منافسه بينه وبين بيراميدز. يعني بيراميدز بيلعب قصاد اي فرقه ويتغلب، لكن يجي قصاد الاهلي اكنه بيلعب على الدوري. انت تعالى بيراميدز دي يتلقى الهزيمه الثالثه في الدوري. اول هزيمه كانت امام نادي الداخليه 2-1 على استاد بطرسبورت، والهزيمه الثانيه امام نادي الزمالك 1-0 بهدف مصطفى شلبي، ثم الهزيمه الثالثه للنادي الاهلي النهارده، اللي المباراه كانت بصراحه مباراه اداء ممتاز جدا من لاعبي نادي الاهلي. وبص مش عايز اقول لك تكتيك عالي جدا في الملعب وتحرك من اللعيبه وانتشار في الملعب وبناء هجمات، حاجه يعني مش عايز اقول لك مباراه متحضر لها بشكل كويس ومعمول لها حساباتها، لان المباراه دي بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي غير اي مباراه.
يعني المباراه ديت بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه لعيبه النادي الاهلي غير اي مباراه. وشفنا طبعا ان النادي الاهلي كان تعادل في 3 مباريات في بطوله الدوري. اول تعادل له كان امام فيوتشر هدف لهدف، والتعادل الثاني امام فريق سموحه بدون اهداف، وكانت اسوأ من اسوأ مباريات النادي الاهلي. ثم المباراه الثالثه امام سيراميكا كليوباترا التعادل الايجابي 1-1 بعد ما كان الاهلي مهزوم 1-0. استطاع ان هو في اللحظات الاخيره في اخر 10 دقائق من المباراه استطاع ان هو يحرز علي معلول من ركله الجزاء ويتعادل 1-1. والنهارده كانت مباراه مهمه بالنسبه لنا كلنا، ان احنا كنا متوقعين ان المباراه مش هتعدي بالشكل ده، بس احنا الحمد لله النهارده الجماهير حضرت المباراه وقدرت تشجع النهارده من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. والنهارده اللعيبه ما خذلتش جماهيرها النهارده، وكانوا النهارده يعني اداره بيراميدز كانت بتطالب بحكام اجانب غير اي مباراه. يعني هي ما بتطالبش بحكام اجانب في مباراتها الزمالك، بس بالنسبه لمباراتها مع الاهلي بتطالب بحكام اجانب. وطبعا كلنا شفنا الحكم النهارده البولندي اللي كان بيحكم، ده اللي حكم مباراه منتخب الارجنتين ومنتخب فرنسا في نهائي كأس العالم قطر 2022 اللي انتهى بفوز الأرجنتين بكأس العالم قطر 2022 بركلات الترجيح. النهارده كان بيدير المباراة، والحمد لله بفضل الله استطاع النادي الاهلي ان هو يقدم مباراه ممتازه باداء ونتيجه، واستطاع ان هو يفوز ب3 اهداف مقابل لا شيء. طبعا شفنا دي تاني مباراه الاهلي يفوز على بيراميدز 3-0. المباراه اللي كانت في العام الماضي اللي كان فاز فيها النادي الاهلي ب3 اهداف مقابل لا شيء كان برضو على استاد وي السلام، اللي كان احرز الاهداف كان اللاعب محمد مجدي قفشه وعمرو السوليه برضو من تصويبه من خارج منطقه الجزاء، ثم الهدف الثالث للاعب محمد شريف. النهارده الاهلي بيفوز على بيراميدز اللي يعني عايز اقول لك ان المباراه كلها كلنا مستنيينها عشان اللعيبه تصالح جماهيرها. النهارده استطاع النادي الاهلي ان هو يفوز ب3 اهداف مقابل لا شيء. احرز الهدفين، الهدف الاول لعمرو السوليه حاجه قذيفه مدويه من عمرو السوليه من خارج منطقه الجزاء، ودي اجوان عمرو السوليه ودي تصويبات عمرو السوليه ابو ليلى اللي النهارده بصراحه عمل لنا هدف جميل. والهدف الثاني طبعا من ضربه راس من ضربه ركنيه لحسين الشحات، واستطاع ان هو عمرو السوليه يلعبها في الزاويه اليمين على يمين الحارس احمد الشناوي. ثم الهدف الثالث لحسين الشحات اللي عملها عرضيه تصطدم في قدم اللاعب احمد سامي وتغير اتجاهها، وكاد ان احمد الشناوي حارس المرمى يلحقها لكن تعدي خط المرمى ويحرز النادي الاهلي الهدف الثالث ليتفوق النادي الاهلي على نادي بيراميدز ب3 اهداف مقابل لا شيء، ليرتفع رصيد النادي الاهلي الى 27 نقطه ويبقى النادي الاهلي اول الدوري. احنا عايزين ان شاء الله مزيد من الانتصارات للنادي الاهلي بالاداء اللي احنا شفناه النهارده وبالاستحواذ وبكل الحاجات اللي احنا شفناها النهارده. ان النادي الاهلي النهارده عمل مباراه جميله جدا جدا جدا، وحاجه يعني عايز اقول لك تكتيك عالي. وانا شايف من واحد من ضمن الناس اللي كانت حلوه النهارده في اللقاء وادوا بشكل ممتاز محمد هاني النهارده عمل مباراه عالميه جميله جدا جدا في دفاعيا وهجوميا. هو كاد يكون دفاعيا ضعيف شويه، بس في الهجوم الحمد لله بفضل الله الفينش حلو. وماتش عن ماتش هيجي في ظل غياب واصابه اكرم توفيق اللي بتمنى له السلامه ان شاء الله. محمد هاني راجع، وان شاء الله محمد هاني بتاع زمان هيرجع، وان شاء الله عمل مباراه عن مباراه بيقدم مستوى عالي جدا وكان النهارده ممتاز. ايضا محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم عاملين مباراه في الخط الدفاع 10 على 10، وكان معاهم محمد الشناوي اداء ثابت. محمد عبد المنعم بيثبت ان اللعيب خبره عن يوم اداء متميز متمكن بيلعب الباصه السهله، يعني بفضل الله لعيب ممتاز، لعيب بيعرف يباص الكوره بيطلع كوره من الخلف للامام. ايضا عندنا النهارده اليو ديانج كان في نص الملعب هو عمرو السوليه، حاجه حلوه النهارده. اللي كاد يكون النهارده اقل اللعيبه النهارده في النادي الاهلي هو محمد مجدي قفشه، ما بينقلش الهجمه بسرعه. احنا كنا عايزين واحد زي محمد مجدي قفشه يستغل في نص الملعب المساحات اللي موجوده في فريق بيراميدز ان هو يعمل هجمه مرتده لشادي حسين او لمحمد شريف. بس الحمد لله بفضل الله النهارده اللعيبه كانت رجاله، وكاد يقود واحد زي برونو سافيو كان ضعيف، كان اداؤه قليل النهارده. كان المفروض احمد عبد القادر ينزل من بدري شويه. وايضا اللاعب اللي اتصاب في اول المباراه طبعا اللي كان بيقدم اداء ممتاز كريم فؤاد، اللي بصراحه كان عامل لحد قبل الاصابه كان عامل مستوى عالي جدا، ونزل مكانه بديله حسين الشحات. يعني عايز اقول لك وعلي معلول طبعا ما فيش كلام على علي معلول، مش هنتكلم عليه. وطبعا يعني عندنا كان شادي حسين برضو على كل كوره بيلتحم فيها. طبعا النادي الاهلي قدم النهارده مباراه جميله جدا، وعايزين النهارده مزيد من المباراه في ظل المباراه المتبقيه للنادي الاهلي.
نادي انبي ونادي سموحه في الكاس، وعندك نادي البنك الاهلي والمصري والزمالك وحرس الحدود وكل الفرق وطبعا هنلعب في كاس العالم للانديه مع اوكلاند سيتي في بطوله كاس العالم للانديه. عايزين النادي الاهلي ان شاء الله يدعم بالصفقات، وعايزين النادي الاهلي دايما يفرحنا ودايما يفرح جماهيره، ودايما كلنا نكون سعداء باداء النادي الاهلي والفوز النهارده على فريق بيراميدز. الطموح النهارده اللي احنا دايما شايفين ان الجماهير كلها بتطالب ان بالذات المباراه اللي زي ديت ان النادي الاهلي ان هو يفوز فيها. وطبعا دي كل اللي كان بيدور حول لقاء نادي الزمالك ونادي اسوان، ونادي الزمالك اللي تلقى اول هزيمه في بطوله الدوري. ايضا المباراه الثانيه كانت مباراه النادي الاهلي وبيراميدز، والحمد لله استطاع النادي الاهلي ان هو يفوز ب3 اهداف مقابل لا شيء. ودي المباراه اللي كنا مستنيينها، ان تعثر النادي الزمالك امام اسوان بالهزيمه، وفوز النهارده النادي الاهلي على بيراميدز 3 لا شيء. وده فوز مهم في وقته مهم، وان شاء الله ويصالح اللعيبه، تصالح الجمهور النهارده، وان النهارده الجماهير تكون فرحانه وكانت بتشجع اللعيبه من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. وشكرا على التحليل والبسيط دوت وعلى المباراه، واشكركم.